حلقتنا هي حلقة أسطورية من زمن الفن الجميل، اتلعبت سنة 1979 وبطلها نونا. وأيوه زي ما أنت ما سمعت كده بطل حلقتنا بتاعت النهاردة هو عنصر نسائي. نونا بالمناسبة هي لاعبة أسطورية جدًا، جدًا، هي أول امرأة تحصل على لقب جراند ماستر، لعبة مباراة تاريخية اتلعب فيها حوالي 4 نقلات بريليانت بتضحيات من الخيال. فيلا بينا نبدأ الحلقة. نونا هي اللي بتلعب بالقطع البيضاء ضد يواري اللي بتلعب بالقطع السوداء، وتقرر نونا في الشكل ده انها تطلع بالبيدق في الاي 4، فترد عليها يواري وتروح طالعه ببيدق في سي 6، وبكده هم بيلعبوا الكاروكان. ومن اللحظه دي انا هبدا اقول اللاعب الابيض واللاعب الاسود بسبب ان انا بدات اتلخبط. اللاعب الابيض يكمل في الشكل ده ويروح طالع ببيدق في الدي 4، الاسود يروح طالع بالبيدق، بعد كده اللاعب الابيض يروح طالع بالحصان، الاسود يروح واكل، الابيض يروح واكل، بعد كده اللاعب الاسود يروح منتشر بالفيل في الاف 5، الانتشار الطبيعي. طبعا احنا عارفين دلوقتي ان في سنه 2025 في افتتاحيه جديده ظهرت الا وهي الاليان جامبت. افتتاحيه حتى بدا دلوقتي اكتريه اللعيبه زي الجراند ماستر والسوبر جراند ماستر بداوا يلعبوها، لدرجه انك انت مثلا لما بتشوف الشكل ده خلاص اللاعب الابيض بيروح طالع بالحصان في جي 5 ويضحي بالحصان بتاعه وياكل البدء اللي موجود في الاف 7. بس هنا طبعا احنا في 1979 ما كانتش الافتتاحيه دي موجوده، فعلشان كده نونا قررت انها ترجع بالحصان في جي 3، بتهدد انها تاكل الفيل. يكمل اللاعب الاسود يروح راجع بالفيل، اللاعب الابيض يروح مقدم البيدق بيهدد انه يقدم البيدق في الاتش 5، فيكمل الاسود يروح مقدم البيدق في الاتش 6 علشان يوسع للفيل، اللاعب الابيض يروح مقدم بيهدد انه ياكل الفيل، الفيل يروح راجع، بعد كده اللاعب الابيض يروح منتشر بالحصان بيحضر انه يطلع بالفيل، بعد كده يبيت. يكمل اللاعب الاسود يروح منتشر بالحصان، بعد كده اللاعب الابيض يروح طالع بالفيل في الدي 3، الاسود يروح واكل فيل في فيل، الابيض يروح واكل بالوزير، بعد كده الاسود يروح مقدم البيدق في الاي 6 تحضيرا انه ينتشر بالفيل وبعد كده الحصان وبعد كده يبيت. يكمل اللاعب الابيض يروح منتشر بالفيل، الاسود يروح طالع بالوزير بيدي تشيك على الملك، الابيض يلغي التشيك دي عن طريق انه يقدم البيدق في سي 3، اللاعب الاسود يروح منتشر بالحصان زي ما قلنا بيحضر انه ينتشر بالفيل، فيكمل الابيض يروح مقدم البيدق في الاي 4 ما تقدرش تاكل بسبب حمايه الروك، فيكمل اللاعب الاسود يروح مقدم البيدق في السي 5. هنا انت هنا كلاعب ابيض تقدر تاكل بيدق ببيدق، بس دي مش نقله صح، علشان انا هاكل البيدق بالحصان بهدد ان انا اكل الوزير وبنتشر بالقطع بتاعتي، فعلشان كده اللاعب الابيض ما اكلش بيدق ببيدق وقرر انه يبيت. يكمل اللاعب الاسود يروح لاعب الروك بتاعه في السي 8 علشان يدعم البيدق اللي في السي 5. يكمل اللاعب الابيض يروح لاعب روك في الاي 1، الاسود يروح مقدم البيدق بيهدد انه ياكل الوزير، الوزير يروح راجع في السي 2، الاسود يروح طالع بالفيل في الاي 7، فيرد اللاعب الابيض يروح طالع بالحصان في الاي 5، فيكمل اللاعب الاسود في الشكل ده ويقرر انه يبيت. ومن هنا هيبدأ الأكشن، من هنا هيبدأ الإثارة، زي ما أنت شُفت كده ما فيش أي نقلة غلط اتلعبت من اللاعب الأسود أو اللاعب الأبيض، بس هنا اللاعب الأبيض يقرر إنه يعاقب اللاعب الأسود على نقلة هو ما عملهاش، ويلعب أول نقلة brilliant ليه ويروح طالع بالحصان في الإف 5. فالسؤال هنا ليه نقلة الحصان اللي موجود في الإف 5 نقلة بريليانت بالشكل ده؟ السبب بسيط جدًا، تمام. فالسؤال هنا ليه نقلة الحصان اللي موجود في الإف 5 نقلة بريليانت بالشكل ده؟ لسببين، أول سبب اللي أنا باهدد اللي أنا آكل الفيل الموجود في الإي 7، تاني سبب إن ده حصان ببلاش تقدر تاكله، بس أنت هنا لو أكلته فأنا هارُد عليك وأروح واكل الحصان اللي موجود في الدي 7، ولا زلت باهدد اللي أنا آكل الفيل ببلاش في الشكل ده. وكمان هنا أنا باهدد اللي أنا آكل الروك، تعمل إيه؟ طبعًا إن أنت تاكل وساعتها أرُد عليك وأروح واكل الفيل اللي موجود في الإي 7 وباهدد اللي أنا آكل الحصان اللي موجود في دي 7. فعلشان كده اللاعب الأسود ما أكلش الحصان اللي ببلاش الموجود في الإف 5، وقرر إنه يلعب أول غلطة أسطورية ليه ويروح لاعب الروك بتاعه في الإي 8، بيحمي الفيل اللي موجود في الإي 7. نقلة منطقية جدًا، جدًا. أنا دلوقتي كلاعب أسود باهدد دلوقتي اللي أنا آكل الحصان، علشان دلوقتي الأفكار دي مش عندك، لو أكلت الحصان أنا هاكل بالحصان، وأنت ما تقدرش تاكل الفيل ببلاش، فأنت هنا كلاعب أبيض تعمل إيه؟ هل إنك أنت تاكل الفيل ده وساعتها اللاعب الأسود يرد عليك وياكل بالروك، والّا ترجع بالحصان بتاعك في أي مكان في الشكل ده؟ تكمل نونة وتقرر إنها تلعب تاني نقلة brilliant على التوالي، وتروح واكلة البدع اللي موجود في G7 وتضحي بالحصان.
إيه الفكرة؟ الفكرة إن اللاعب الأسود لو فكّر إنه ما ياكلش الحصان اللي ببلاش اللي موجود في G7، أنا دلوقتي كلاعب أبيض باهدد إن أنا آكل الروك اللي موجود في الE8. أنت هنا تعمل إيه؟ تتحرك بالروك بتاعك مثلًا في الD8 صح؟ لأ غلط. علشان هارُد عليك بتالت نقلة brilliant وأروح واكل البيدق اللي موجود في الF7. باهدد اللي أنا آكل الروك اللي موجود في الD8، وباهدد اللي أنا أكسبك بcheck mate في الشكل ده ما بتتحلش. فأنت هنا لو أنت لاعب أسود وفكرت إن أنت تاكل الحصان عن طريق الملك، ساعتها أرُد عليك وأروح طالع بالوزير في G6 تشيك على الملك. تعمل إيه؟ تتحرك بالملك. أرُد عليك وأروح واكل البيدق بdiscovery check. تتحرك طبعًا بالملك وساعتها تخسر بcheck mate. ده لو أنت فكرت إن أنت تاكل الحصان مثلًا اللي موجود في الF7. طيب إيه رأيك اللي أنت تاكل مثلًا الحصان اللي موجود في G7؟ أطلع لك وأروح لاعب الفيل بتاعي في الH6 تشيك على الملك، محمي عن طريق الحصان. تاكل الحصان صح؟ أروح طالع لك بوزير في G6 واكسبك بتشيك ميت. موقفك مأساوي في الشكل ده. فعلشان كده اللاعب الأسود ما لعبش نقلة الروك في الD8 وقرر إنه ياكل الحصان اللي ببلاش اللي موجود في G7. فأنت كلاعب أبيض ما تقدرش تطلع بالوزير في G6 بسبب حماية البيدق. فهنا نونا تكمل بتالت نقلة بريليانت وتروح مضحية بالفيل بتاعها وتاكل البيضة الموجود في الH6. وتخيل معايا ان احسن نقلة للاعب الاسود انه ما ياكلش الفيل اللي موجود في الH6 ويتحرك بالملك بتاعه في G8. دي احسن نقلة. بس اللاعب الاسود اكل الفيل، رد عليه اللاعب الابيض بيست موف وراح اكل البيضة اللي موجود في الF7 تشيك على الملك. انت هنا اللاعب الاسود تعمل ايه؟ تاكل البيضة اللي ببلاش ولا تتحرك بالملك بتاعك؟ علشان بص الوزير ده مغطي الحتة دي فانت ما تقدرش تتحرك هنا. تتحرك هنا طبعًا هاطلع لك بوزير بcheck محمي عن طريق البيدق. تتحرك في المكان الوحيد ساعتها أقدم البيدق باهدد إن أنا أكسبك بcheck mate. إزاي تقدر تمنع ده؟ إنك أنت توسّع للملك بتاعك، علشان دلوقتي لو لعبت أنت تقدر تهرب صح؟ بس أنا هارُد عليك وأروح واكل، علشان باهدد إن أنا أكسبك بcheck mate في نقلة واحدة بس بعد ما ألعب الوزير بتاعي في G7. حرفيًا أنت هنا بتتهان. تمام؟ فعلشان كده اللاعب الأسود عارف ده، عارف إن هو ما يقدرش يتحرك بالملك بسبب التشيكة دي، فقرر إنه ياكل البيدق. رد عليه اللاعب الابيض وراح مقدم البيدق في G4 بيضحي بالبيدق، بيقول له كله. اللاعب الاسود ما ياكلش ويروح متحرك بالملك بتاعه في الH4 بيست موف، عشان لو اتحركت انت بتخسر بالتشيك ميت. فانا هرد عليك واروح طالع بالوزير تشيك على الملك. تتحرك بالملك هقدم الملك بتاعي في G2 بهدد ان انا اكسبك بتشيك ميت في نقله واحده بس. ازاي تقدر تمنع ده؟ ما تقدرش. لو لعبت الوزير تدي تشيك على الملك هقدم البيدق. لو لعبت لي الروك هنا علشان تهدد الوزير وبتعمل بن هلعب لك الروك هنا وبكسبك بتشيك ميت. فاللاعب الأسود عارف ده، عارف إن هو ما يقدرش ياكل البيدق فقرر إنه يتحرك بالملك. رد عليه اللاعب الأبيض وراح مقدم البيدق في الF3. هنا يا شباب في متف واحد لو مثلًا اللاعب الأسود قرر إنه يلعب النقلة دي، في متف واحد تعرف تكتشفها؟ طبعًا بسيطة جدًا إنك أنت تلعب الوزير بتاعك في الH2 عشان الملك ما يقدرش يتحرك هنا بسبب الحصان، ما تقدرش تاكل البيدق بسبب حماية البيدق. فهنا اللاعب الأسود باستماتة قرر إنه يضحي بالحصان بتاعه وياكل البيدق اللي موجود في G4 علشان أنت دلوقتي ما تقدرش تلعب وزير في الH2 علشان أنا هاقدر آكل بالحصان. هنا اللاعب الأبيض حتى ما فكرش إنه ياكل الحصان وقرر إنه يلعب الروك بتاعه في الE4. قرر اللاعب الأسود في الشكل ده إنه يستسلم. السبب إن أنا دلوقتي باهدد إن أنا ألعب الوزير بتاعي في الH2 وأكسبك بتشيك ميت. إزاي تقدر تمنع ده؟ ما تقدرش. احسن نقله اللي انت تتحرك بالملك وساعتها انت بتطول التشيك ميت شويه، ساعتها ارد عليك واروح واكل الحصان وبهدد ان انا اكسبك بتشيك ميت. فهنا الروك ده محمي عن طريق البيضة. مهما عملت وزير في الاتش 2 بتكسب بتشيك ميت. فعلشان كده اللاعب الاسود اول لما شاف الروك طالع في الاي 4 قرر انه يستسلم.